كل ما محبة الهدايه. حق العرس، هاي هو نية العرس فيه، لكن محبة ساي كده قاعد ارتاح لك، ما قاعد اكرهك. سبحان الله. والله ما في مشكله ان شاء الله ربنا يعني. بتكيف لما انت تجيب سيرتي في فيديو، بمشي مخصوص بفتش صفحتك وعامله لك متابعه، قاعده افتش صفحتك فتاش عشان اشوف الفيديوهات اللي انت نزلتها عني، وبزعل لما ما تنزل عني فيديو. وشويه شوي كويس. اقدم، يعني ما قاعد تحرسني وتمنعني من الميديا. ده هو انس كاتب لك ارفعي شيخ انا انس. عاد ما بشوف يا انت ما قاعد، انا بشوف انس تاني. وين هو انس؟ اسال الله انس تبارك قول عوق. وتعالى. اصلا هو هيعيد النظر في الموضوع ان انا دايره اتزوج، ولكن ما مشكله. وشوفي انا داير اقول لك الان قد تجد ناس هنا ممكن يطبلوا لك، ممكن يكسروا لك تلج، ما لكن في زول والله قاعد يطبل يا شيخ كذابين انس، وما صادقين. ما في زول قاعد يطبل لهم، عاني لا معلش عاني ما في عاني زول. لا عايزين لا المتابعين في اللي ناس كلهم ممكن يقول قاعدين لك احنا يقولوا واقفين ولا معاهم. يعمل كده وما تعمل كده، لكن ما في زول قاعد يطبل لي يا شيخ انس نهائي. من الناس المتابعين دول زول قاعد يبلوني بلجين حلو وباكلها في حناني، طيب حلو. وما عندك لا محتوى لا وبيبلوني انا بتكلم وبيردموني. بصيغه العموم. انا وينو شيخ انس؟ وين لي هاله كده؟ معلش يا انس كده تاني بس دي انا ما مركزه في التعليقات، بس خد نقطه بس. شيخ ظريف شديد، هذه الناس التعليقات قالوا شيخ طلحه ده شيخ ظريف شديد يا اخوان، انا قاعد احبه والله. شيخ انس كده خد نقطه عشان عندنا جوله مع جده. شيخ انس ما يلا كده ما بقدر، انت تعقيت لي كده ما بقدر ارفعه الا يكتب تعليق. والله شيخ طلحه لذيذ يا اخي، قاعد احبه ساي في الله. هنلعب بعد شويه يا اخوانا هنا جوله مع جده، حيكون فيها ردم تقيل جوله جده دي يا اخوان. اكتب تعليق يا شيخ انس معلش، اسفه لانه كنت مركزه مع شيخ طلحه. شيخ انس هل تسمعني؟ اكتب تعليق وخلي نفسك بارد عشان انا حتحامي طوالي في شيخ طلحه. ما كتب تعليق يا شيخ طلحه كده، اكتب تعليق يا شيخ انس. انا والله قاعد احترمه جدا يا اخي شيخ طلحه السناري. انا زي اللي كاتب لك الزعل ولا شنو يعني هاي؟ ما لحد هسه ما ايوه هذا كتب تم. شيخ انس عبد العزيز اسمه صح؟ والله غايته يا فتنا. تفضل يا شيخ انس. فتنا طلحه كاش ما تنزل. غايته اخونا شيخ طلحه مبرش براش ثقيل الصوت ما بالامانه في. كده يا طلحه، رقدت رز عديل كده. يا انس بالمناسبه دي والله اخونا طلحه راقد رز. اسمع انا بالمناسبه دي يا انس والله شوف انت لو جيت متاخر، ده موضوع تاني والله. انا قد يكون الناس اللي لا لا تحدد انت ممكن تهازر معي والناس دي يفهموا لا الكلام لا بطريقه تانيه. ما الكلام فيه حسابات. الان ما انا لا فتنا لا الكاسه دي انا قدمت لها خلاص الادله من الكتاب والسنه والله ما معلش في انت مشكله. لا ما انا انا ممكن بتصل عليك ثواني. مكالمه لا انا ما في بتصل عليك مشكله، مكالمه ما في مشكله ان شاء انا الله. بتصل عليك مكالمه وخد لك عشان ماله قال شنو؟ لسه معاني الان الزول كويس. طلع ونزل انا ما سمعت شيء منه. صوتي واضح الان، انا قاعد يا كاشا صوت انت واضح. ما ظاهر لي اصلا، ظاهر لي شيخ طلحه بس. يا اخوان الزول ده يا ظاهر طلحه لكم؟ طلحه انت سامعني؟ سامعك يا انا طلحه سامعك انا. هاي بتقول ما سامعني. ايوه كده طيب اول حاجه كده ظهرت يا دوب. اخوتنا كاش النيل. هاي تمام. اول حاجه اخوتنا كاش النيل، نسال الله سبحانه وتعالى لنا وليك الهدايه ابتداء. تمام. النقطه الثانيه، انا امس والله مرت في لايفك لقيت معك شباب بتلعبوا جوله وكان طلبوا منك تقري قران، وانا كبشرت بالمناسبه والله في ده، وكان تحديدا قريت ال عمران. كانت مخارج الحروف، مخارج الحروف طيبه. القراءه ذات قراءه جميله، وكنت لابسه فيها الحجاب. نزلت مقطع بتاع فيديو ودعيت لك فيه بالهدايه، ونشرته حتى في الفيسبوك وحقق مشاهده عاليه جدا بالمناسبه. تمام. ونشرته حتى في صفحتي هنا. دي النقطه الاولى. نحن والله لما نتكلم معاك اولا واخيرا والله العظيم قصدنا الهدايه، ما قصدنا انه والله نشف فيك او نسيء لك او نتكلم عنك لانه عندنا معاك عداوه شخصيه. دي نمره واحد. نمره اثنين يا اخت كاش النيل، شوفي الانسان محاسب على كل كبيره وعلى كل صغيره. والله سبحانه وتعالى قال ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. يعني الانسان لما يتكلم بلسانه ده اي كلمه في ملائكه شغاله بتسجل، في عتيد ورقيب، دي الحسنات والسيئات. دي النقطه الاولى. الشيء المختلفين معاك فيه اول حاجه المظهر والرقيص والاشياء دي. شوفي المراه والله قمه القمه فيها هي الحياه، واذا فقدت المراه الحياه فقدت كل شيء، ولا احد ثاني يحترمها ولا احد ثاني يقدرها. طيب يلا عادي، يلا شوف انا عاوز اقول لك حاجه.
عادي انا لاقي في المنصه دي الان ممكن لي 3 سنه لحد الان ما لقيت في المنصه دي زول جايب اخته، والله جايب زوجته، والله جايب قريبته، لكن بيكذبوا على بنات الناس هنا وبيملون لا، ما في بالهواء زول قاعد ويقول لها يكذب انت عليك. جميله وانت سمحه لا لا. وافضل منك ما في. انا بتكلم بصيغه العموم. قبل يومين يا اخت كاشا والله العظيم لقيتك طالعه مع واحد وانا كبشرت بالمناسبه اللايف، كلام كنت بتتكلم معاه بكلام حب وغزل، حتى الولد انه كان مستحي. يا اخي انت هسه قبل شويه ذكرتي بنات شعيب لما موسى عليه السلام الله قال ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تزودان، أي واقفات بعيد من الرجال. قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فالله سبحانه وتعالى وصف بأنها حية، وحتى لما جاءته قال فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. ما جاءت قالت له أنا عازمك، وإنما قالت له أبوي يدعوك. الله وصف حتى مشيتها في القرآن الكريم. الشيء الثاني التبرج، الله سبحانه وتعالى قال ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. يا أخت كاشا والله العظيم لما تتزيني وتجي تظهري في هذه الشاشة ويشاهدوك الآلاف، كله إثم ووزر وذنب، وانت حتندمي عليه في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وشهرة والله ما بتنفعك، والله تلفونك ده بعدد المتابعين الموجودين فيه. أنا شايف أخونا شيخ طلحه وهو بدي فيك في النصائح يا اخت، انا حاسيك وممكن ده شعور كثير الان من المتابعين انك تلقيت هذه النصيحه بمبدا الاستهتار وبمبدا الاستهزاء. رجل بيقول لك قال الله وقال الرسول وانت تتغزلي فيه، هذا لا يجوز. الله سبحانه وتعالى قال واذا قيل له اتق الله اخذته العزه بالاثم. ليه انت لما الرجل الان بيقول لك قال الله وقال الرسول يفترض انت تتاثري، يفترض تنزل، ما مفترض تقابليه بهذا الاستهتار وبهذه الخف. أنا بالمناسبة والله أقول لك صراحة أنا لاحظت خفة في استهتار يعني، وإن من الحجارة لما يتفجر. شيخ طلحة افتح الميوت. على العموم يا اخونا كاشا ربنا تبارك وتعالى انه لعله اخونا انس والله ان شاء الله بالمناسبه دي ان شاء الله لو في محبه ان شاء الله انا اتمنى لك. أنا جنبك ما ببكي يا شيخ طلحة، ببكي بوراك. لا 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 اقول لك حاجه، ارفع الزول داك بس عشان اعمل لنا أزل الله تبارك وتعالى. والله أنا قاعد أحبك والله يا شيخ طلحة، أنا ما أعرف يعني كده والله قاعد أحبك من كل قلبي. النصيحة عيني عليك الله، في زول داري يموت عديل تحت ارفعه ان شاء الله لو إن شاء الله، بس بعد ما نخلص كلامنا الجميل أنا وأنت على انفراد. لا خلاص كده ان شاء الله. نحن يعني نتمنى انه الاخت كاشا النيل تقدم اجمل محتوى للشعب السوداني. راحة نفسية والله. أنا مبسوطة يا شيخ طلحة إنك قبلت القسط حقي. حيتكلم بنفس اللطافة بنفس الأسلوب اللطيف حقك.